هاي ميناسان كونيتشوا جينيوس نو ماريامو ديسو. مش بكروتكم في المقدمة، بس من كتر جمال اليوم أنا حقيقي عايزة أخد كل دقيقة وأحطها في اليوم ده، فهشيل دقايق المقدمة كلها، وبلس إن هي بتاخد من عمري، فكفاية كده يا جدعان. جينيوس، إفطار، رمضان، السفير الياباني، المستشار الخاص بالسفير الياباني، مدير هيئة الجيترو، كل دي كانت لستة بس الأسماء اللي موجودة في اليوم ده. فده مش هيحمسك ان انت تكمل الفيديو؟ لا كملوا. اليوم ابتدى واحنا بنجري في الشارع كالعادة. في اجراء بسيط مع كل عضو من اعضاء الجينيوس، اللي هو انت جايب ايه معاك وانت داخل. طبعا ده ما حصلش مع الكل طبعا، وزي ما انتوا شايفين في الفيديوز كده مفيش حد خالص كان بيقف ولا كان بيتصور ولا كان بيتقال له مثلا انت جايب ايه ويا اما مش هتخش خالص. اليوم لا يخلو من الانترفيوز البسيطة الخفيفة حتى واحنا صايمين واكفر الناس معايا. طبعا مش واخدين بالنا من الكاميرا، وطبعا مش بنمثل ان احنا بنساعد واحنا اصلا لسه صايمين والاذان ما اتدنش اساسا، بس احنا بنساعد يا جماعة، احنا بنساعد، احنا الجينيوس. نسيبهم يغرفوا لوحدهم؟ نسيبهم؟ طب على الاقل نقف ونمثل. نيجي بقى للحظة التاريخية، وإيتو سان مستشار السفير الياباني وهو بيدوق العرق سوس. قعدنا نحذره ونقول له بلاش، بس والآن مع فقرة مقالب اليوم. مش هينفع يا جماعة، مش هينفع ما نظهرش حقيقي جوهرنا واللي بيميزنا، مقالبنا هي دي. نعدي اليوم كده؟ لا، ما ينفعش نعدي اليوم كده، لازم نعمل مفرقعات، صواريخ كده يعني عشان نخض الناس ونخلي الجو حلو ومفرفش كده. وهنا التكنيك المستخدم خروج بكل ثقة وعلى فيس أنا ما عملتش حاجة. أعتقد واحدة من حاجات أسرار نجاح الجينيوس وهي اجتماعنا بعد كل ايفنت ياباني من حيث العيوب والمميزات في اليوم. زي ما جينا في سلام بنمشي في سلام، وهو ده شعارنا. الحمد لله مشينا قبل ما نولع في الشارع، الحمد لله. اتمنى يكون عجبكم واشوفكم في فيديوز تانية.